حكاية قديس وشهيد، عارفين ازاي بنجيب زيت البركة اللي هو زيت القديسين؟ ده بيجي عن طريق حاجتين. أول حاجة إن بتكون في أيقونة بتنزل زيت، فبياخدوا منها الآباء وبيوضعوا الزيت في إزايز صغيرة جدا وبيحطوا معاها صورة صغيرة، دي بتبقى بركة القديس. ناس لما بتروح تزور بتاخد بركة الزيت ده، والزيت بيعمل معجزات جميلة جدا. وفي كمان أيقونات كتير جدا في أماكن مختلفة بتكون الأيقونة بتنزل زيت، فبياخدوا منها الآباء وبيحطوا معاها صورة القديس اللي هو بينزل الزيت، بتعمل معجزات برضو جميلة جدا. لكن في أيقونات تاني ما بتنزلش زيت، فبتتاخد عن طريق ان يجيبوا ازاي الزيت وبيصلوا عليها الآباء، وبعد ما بيصلوا صلوات كتيرة جدا بياخدوا بيوضعوا برضو في ازايز صغيرة وبيحطوا معاها صورة القديس، وبرضو بتتفرق لما حد بيروح بيدوها من الزيت البركة ده. بتحصل للناس معجزات جميلة جدا عن طريق الناس لما بتاخد الزيت ده بتوضعه بإيمان وبصلاة، وإنه هي بتكون عارفة إن رب المجد هيتصرف وهيبعت لهم الشهيد أو القديس العظيم يعمل معاهم معجزة. وفعلا في الوقت ده ربنا بيتمجد معانا وبتحصل المعجزة على إيد الشهيد العظيم اللي هو بيبقى صاحب الزيت، ودي بتكون بركة كبيرة، بس لازم تكون موضوعة بإيمان. وبركة الشهداء والقديسين تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد.